هل الوحدة وحشة فعلًا والّا إحنا اللي فاهمينها غلط؟ ده سؤال ناس كتير أوي بتسأله. أنا إسلام سلمان وده برنامج ما فيش موضوع. اكتشفت إن الوحدة مش إنك تبقى لوحدك، الوحدة إن ممكن تفتح الموبايل، تفتح الواتساب وتبُص على الchats بينك وبين صحابك وبعدين تقفل الموبايل وتقول مش مهم. يعني أكنك بتقول أنا مش محتاج حد، أنا بس فاتح أشقّر كده الدنيا ماشية إزاي. الوحدة شعور غريب جدًا، أنت ممكن تبقى قاعد وسط ناس كتير وتيجي لك وتحس بيها، وممكن تبقى قاعد لوحدك بس مبسوط. المشكلة إن أنت لمّا بتبقى قاعد لوحدك دماغك بتسرح زيادة عن اللزوم. يعني مثال، تفتكر موقف حصل معاك من 2014، هو أنا عملت كده إزاي؟ هو أنا حصل منّي ده ليه؟ هو أنا قُلت كده ليه؟ يا عم ده موقف عدّى عليه 12 سنة. أكتر وحدة بتيجي لك حقيقي مش وأنت قاعد لوحدك في البيت، ده ما بنقولش إنها ما بتجيش، بتيجي طبعًا، بس الوحدة الحقيقية اللي بتيجي لك وأنت سايق مشوار طويل، مثلًا وأنت راجع من شغلك من التجمُّع لأكتوبر، راجع من شغلك من التجمُّع الساعة مثلًا 09:00، الدنيا زحمة جدًا برّه، بس أنت جوّه الدنيا هادية زيادة عن اللزوم، تقول عادي أهو مشوار وهيخلص، تشغّل أغنية، تقول هاقلِّب في الراديو، يقوم طالع لك الفنان العظيم تامر حسني بأغنية الوحدة بتقتلني، حاجة كده تقطيع شرايين يا معلم. الوحدة بتقتلني ولا حد بيسألني أنت عامل إيه؟ إيه يا عم تامر ما تصلّي على النبي كده، ده أنا سايق على الطريق، فأنت تقول لا، لا يا عم تامر خلاص مش للدرجة دي، بس تسيب الأغنية شغّالة وتقول أديني باتسلّى طول الطريق، وبعدين الوقت يعدّي وأنت سايق ومرّة واحدة الكورنيش مش شايفه، الكباري ما بتاخدش بالك منها، ليه أنت فين؟ سرحان جوّه دماغك مع أفكارك لوحدك، تفتكر جملة ما اتقالتش، ضحكة اتأخّرت، موقف حصل وندمان عليه، يومك كان تقيل ليه، ناس كنت أنت فاكرهم قريبين. وتلاقي نفسك بترد على مواقف حصلت الصبح وانت في نص طريق السويس والعربية تمشي والأغنية تعلى وانت مكمل مع الأستاذ تامر حسني، وتامر يقول لك ولا حد بيفكر فيا يجي يسأل لو مر عليا، وانت في سرك تقول له يا عم تامر يا عم تامر اهدى انا سايق مش كده، بس تلاقي نفسك بتعيد الأغنية مرة واتنين وتلاتة عشان حاسس ان في شعور بيريليت ليك في الحتة دي، بس الحقيقة ان الأغنية مش هي سبب الوحدة، الأغنية بس فضحتها. توصل أول بوابة في زايد اللي هي عند هايبر دي، كل سكان أكتوبر هيريليتوا أكيد، وتحس إن المشوار خلص، مع إن أنت كنت حاسس إن مشوار طويل وبعيد، بس عدى هوا جوه دماغك. توصل مشوارك تقفل الأغنية تنزل من العربية وتقول جواك أنا مش حاسس بالوحدة، أنا بس كنت عايز المشوار يخلص فعدى في الأغنية. الوحدة في المشوار ده مش لأن مفيش حد جنبك، لأ، دماغك كانت محتاجة فرصة تتكلم وأنت مش عارف تسكتها. الموضوع مش حزن، الموضوع فراغ، يعني مفيش حاجة تضايق بس برضه مفيش حاجة تفرح. في عالم نفس اسمه جون كاكيبو، يا رب أكون بقول اسمه صح، ده كان أستاذ في علم الوحدة. أنت متخيل يا معلم ده كان فين؟ كان بيقول إيه يا عم كاكيبو ده؟ كان بيقول لك إن الوحدة مش بعدد الناس، الوحدة بالإحساس بالاتصال. يعني ممكن يبقى عندك 50,000 فولور بس أنت حاسس إنك لوحدك، وممكن يبقى معاك شخص واحد بس أنت حاسس إن الدنيا تمام. يعني المشكلة مش في الناس، المشكلة إن ما حدش فاهمك غيرك. الوحدة بتخلّيك تعمل تصرفات مش طبيعية، بس إحنا بنقول إن إحنا طبيعيين. تكلم نفسك، تحكي موقف وما فيش رد، تضحك لوحدك. أنت مش مجنون، أنت بس محتاج تعبّر عن رأيك. في دراسة اتعملت في جامعة شيكاغو كانت بتقول لك إن الوحدة بتخلّي المخ دايمًا في حالة دفاع، تحس إنك مش مرغوب، تبقى حساس زيادة، تفسّر كل حاجة غلط، فاهمني يا وحيد؟ يعني حد يقول لك مالك، تقول له لا، 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 لأ، أنا تمام، بس أنت من جواك محتاج تتواصل مع حد، محتاج تتكلم مع حد، تحكي وتخرّج اللي جواك، ودي حاجة طبيعية كلنا بنحس بيها. كل اللي إحنا قُلناه قبل كده ده بيلخّص شعورك عن الوحدة، إزاي بتحس بيها، بتيجي لك إمتى، بتيجي لك في هيئة إيه، ادينا مثال بسيط بالطريق بتاع التجمُّع من تجمُّع لأكتوبر. تعالَ أقول لك شوية نصايح يمكن لمّا ييجي لك الشعور ده تعرف إن أنت تتعامل معاه بنوع معيّن من الطُرق من دراسات اتعملت مش منّي يعني مش جايبهم من عندي. أول حاجة الاعتراف، لازم تعترف إنّك حاسس بالوحدة، شعور عادي، كتير مننا بيحس إنه عيب إنه يقول إن أنا حاسس بالوحدة، أو عيب إنه يتواصل مع ناس ويكلمهم ويقول لهم تعالوا انزلوا معايا أو أنا عايز أتكلم مع حد. الشعور ده حلو لمّا خصوصًا تكون بتعمله مع حد أنت بتحبه ومتطمن لوجوده، مش حد يكلمك فتقول أنا تمام. تاني حاجة ما تهربش،
ما تروحش للحتة بتاعة السوشيال ميديا أو الفيديوهات وإن أنت تقضّيها scroll على الموبايل، لإن ده ما بيقللهاش يا صاحبي، ده بيزودها مع الوقت. تالت حاجة، اعمل صوت، حتى لو هتتكلم مع نفسك، اعمل صوت، وصّل للناس اللي أنت بتحبهم إن أنت محتاج دعم، محتاج مساعدة. رابع حاجة، في دراسة اتعملت من كريستين نيف، نيف دي مش نيف في المنديل، معلش الإفيه حكم كان لازم أقول يعني، عن التعاطف مع الذات. إنه دايمًا لمّا بتكون حابب نَفْسك أكتر، ده بيقلل الشعور بالوحدة عندك، فلازم تصاحب نَفْسك. صاحب نَفْسك يعني إيه؟ يعني حِب نَفْسك، حِب نَفْسك زي ما هي، بعيوبها، بالحاجات الحلوة، بالناس اللي بتحبك مصلحة، الناس اللي بتحبك عشان خاطر بيحبوك بجد، كل ده بيكوّنك أنت، كل ده من جواك بيقول أنت مين، فلازم تبقى متقبّل نَفْسك بالطريقة دي. ما فيش حد مننا ما فيهوش عيوب، عادي، كلنا فينا عيوب وكلنا بنحاول دايمًا إن إحنا نحسّن من نفسنا، بس الفكرة بنحسّن إزاي، بنحسّن عشان مين، بنحسّن ليه؟ الأسئلة دي لمّا بتسألها لنفسك وتعرف إنك بتتغيّر عشان خاطر نفسك مش عشان خاطر حد تاني، ساعتها بس هتحس إن أنت حابب نفسك وحابب التطوّر اللي أنت فيه، وممكن تغيّر وجهة نظرك في حاجات كتير أوي أنت مش واخد بالك منها. الوحدة مش عيب، الوحدة مش ضعف، دي رسالة، رسالة إنك محتاج تكمّل مش تستخبى. يمكن من أحلى الحاجات في الوحدة إنها بتحسسك إن أنت لسه بني آدم، تعرف ترجع لنفسك وتتكلم معاها كويس أوي. لو حاسس بوحدة فأنت مش لوحدك، إحنا كتير أوي، بس كل واحد فينا قاعد لوحده شوية. فالوحدة مش دايمًا حاجة وحشة، بالعكس لمّا تحب نفسك ممكن تنزل تخرج مع نفسك، تخش السينما، تروح تعزم نفسك على أكلة حلوة في أي مكان، روح قصر الكبابجي خلّيهم يعملوا لك الدرامز اللي بيقعدوا يعملوها دي. الوحدة دايمًا مش حاجة صعبة على الناس، الوحدة على حسب إحنا بنتقبلها إزاي على نفسنا، هي دي المقياس الحقيقي لشعورك بالوحدة. لو أنت خدتها على نفسك وما عرفتش تهندل الوحدة مع نفسك كويس، هتتعب أوي، وهتحتاج مساعدة يمكن من متخصص therapist أو أي حاجة من الحاجات دي. لكن لو أنت عرفت تتعامل معاها، يمكن تكون طوق نجاة وتكون turning point كبيرة أوي في حياتك. ما دام وصلت معانا في الحلقة للحتة دي، يعني اكرم أخوك بقى لسه بادئين بلايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس، أنا ما باعرفش أقولها بس هُم بيقولوا كده يعني، عشان خاطر كل حاجة جديدة هننزلها تيجي لك، وهاسيب لكم تحت في الdescription الإنستجرام والتيك توك، خشوا اعملوا لنا follow خلونا نوصل لعدد حلو كده عشان نبدأ ونكمل. وسيبوا لنا comment لطيف، قولوا لنا إيه رأيكم في الحلقة، إيه رأيكم في الكتابة، ولو حابين نتكلم في topics معينة أكيد هنحب نسمع آرائكم يعني. لو الحلقة دي خففت عليك أي حاجة يبقى القعدة نجحت حتى لو ما فيش موضوع. كنت معاكم إسلام سلمان، وده بودكاست ما فيش موضوع. سلام.